الا كنتي كتقلبي على طاجين بنكهه مغربيه اصيله بلحم طايب كيجي رطب كيذوب في الفم بالبصله مع السل والزيتون، كيعطي داك المذاق الرائع المغربي الاصيل. اليوم جبت لكم وصفه ديال الطاجين باللحم والبصله والزيتون بطريقه ناجحه 100%. خليكم معايا حتى النهايه ديال الفيديو باش تعرفوا الطريقه ديالي كيفاش كنصايبو. اول حاجه السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه وفي فيديو جديد. شكرا على الدعم ديالكم في الفيديوهات ديالي القدام، وبسم الله على بركه الله نبداو في المقادير. اول حاجه بالنسبه للمكونات غادي نحتاج كيلو ديال اللحم ديال الغنم او ديال العجل يعني اللي عندكم. انا هنا متوفر عندي ديال الغنم، وعندنا زيتون، وعندنا بصله مقطعه شرائح صغيره على حساب باش تعطينا التعليكه وتعطينا التغميره للطاجين تجي زوينه باش تجينا المرقه خاطره. وعندنا بصله جوج بصلات كبار مقطعين هكا شرائح كبار. وهنا في الكاس درت زعفران شعره مرقد في الماء يكون سخون. وهنا عندنا التوابل اللي غادي نحتاجو في الطاجين. انا عندي هنا معلقه ديال الزنجبيل ونص معلقه ديال الخرقوم، راس المعلقه ديال الابزار وراس المعلقه ديال قزبور حبوب. وعندنا السمن والقرفه عواد والهيل، جوج حبات ديال الهيل. وفي اخر زدت جوج فصوص ديال الثومه، واكيد الملح حسب الذوق. وهنا غادي ناخذ واحد الاناء غادي نحط فيه كاع جميع المكونات من غير السمن، انا راه حيدته من بعد. غادي نخليو فيه حتى حبه الهيل والقرفه باش تلق لينا المذاق ديالو. وغادي نخوي عليه الكاس ديال الزعفران اللي رقدناه في الماء. من بعد غادي نحطو كاع شرائح ديال اللحم اللي عندنا وغادي نقلبوهم بحال هكا باش يتشربوا كاع التوابل اللي عندنا. بحال هكا تنبقاو نقلبوهم شويه بشويه حتى كيتشربوا حتى كيتشربوا كاع التوابل اللي عندنا، حتى كنشوف ان اللحم كاع فيه التوابل. وتنرقدهم وتنخليهم واحد ساعه ساعتين على حسب الوقت اللي عندك. انا هنا خليتهم ساعتين، غطيتهم بالسلوفان وخليتهم في الثلاجه مده ساعتين. صافي هنا كنخلي شرائح ديال اللحم ديالنا يترقدوا. وبالنسبه في هذه المرحله ما كنضيفوش معهم الزيت، يعني تنخليهم يترقدوا غير في الماء اللي درنا ديال الزعفران مع التوابل. اول حاجه كنحطوا زيت زيتون اولا زيت المائده يعني اللي متوفر في الطاجين اللي يكون على عافيه متوسطه. وبالنسبه للزيت انا هنا عندي تقريبا ربع كاس ديال زيت زيتون أو ما يعادل 4 الملاعق ديال الزيت. وإلا كان عندكم اللحم فيه شحمة بزاف يعني ما تكتروش الزيت. انا هنا اللحم ما عنديش فيه بزاف شحمة، داكشي علاش درت يعني 4 كاس ديال زيت الزيتون. ومن بعد كنضيفوا القطع ديال اللحم اللي عندنا. من بعد ما كنضيفوا اللحم ديالنا كامل كنديروا حتى القرفه اللي عندنا والهيل اللي لحنا في الاول مع اللحم يترقد، دونك حتى هما تنديروهم في الطاجين. من بعد كنحتفظوا بهذا الماء اللي رقدنا فيه اللحم تنخليوه على جنب. من بعد وكنضيفوا السمن، يعني في هذه المرحله تنضيفوا السمن هكا باش يتشحر لنا مع القطع ديال اللحم اللي عندنا. كيف ما قلت لكم سنحتفظوا بالماء يعني ما نلوحوش، نخليوه هو اللي غادي نطيبوا فيه الطاجين ديال. من هنا من بعد ما خليته انه يتشحر يعني خليته يتشحر مزيان، من بعد غادي نقابل الحيمات ديالنا باش يتشحروا من الجهه الثانيه. يعني تنستمروا بحال هكا حتى كيتشحر لنا اللحم من جميع الاطراف من جميع الجوانب. يعني الطاجين خاصو يتشحر مزيان في البدايه باش اللحم ديالنا ما يطلقش الماء، ما يطلقش هذاك الدم ديالو اللي تيكون لداخل. يعني خاصو يتشحر مزيان وتكون عافيه تكون هكا متوسطه ما تكونش مهيله بزاف. من بعد غادي نضيف البصله اللي قطعناها هكا شرائح صغيره، هي اللي غادي دير لنا التغميره في الطاجين وغتخليه انه يكون معلك وما يجيش فيه غير الزيت اولا غير الماء. هكا تنخليو البصله اللي هي اللي تكون هذيك التغميره تكون زوينه، يعني ملي تنغمسو تلقاو فيه واحد التغميره هكا تكون معلكه. صافي من بعد كيف ما كتلاحظوا ان البصله بدات هبطات يعني، وهكا كتكون عندنا واحد لاصوص اللي كتكون اللي هي ديال ديك البصله. صافي من بعد كنبقاو نشحروا مزيان مع ديك البصيله واللحم تنشحروهم مزيان. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا انا كنبقى نشحر في اللحيمات ديالي مع البصله مزيان يعني حتى كيتشرب كاع اللحم ديك البصله والاقامه اللي درنا.
صافي من بعد ما كيتشحروا مزيان تنضيفوا كاس ديال الماء ديال التوابل اللي كنا رقدنا فيه الحيمات قبيله. هذا الماء هو اللي غادي يطيب فيه الطاجين، يعني غادي نخليه واحد 4 دقيقه تقريبا صافي، وكنغطيو عليه وتنخليوه يطيب على خاطر. هنا من بعد ما دازت 40 دقيقه على الطاجين، شوفي كيف ما كتلاحظوا ان اللحم تقريبا راه طاب، يعني ما بقالوش بزاف انه يكون طايب تماما. كيف ما كتشوفوا انا هنا الدغميره يعني كاينه وكاينه الزيت، يعني ما كاينش غير الماء. يعني ملي تشوف هكا لاصوص ديال الطاجين كتلقى فيه شويه الزيت وكتكون مدغمره بديك البصيله اللي درنا في الاول. صافي من بعد انا كنضيفوا البصله اللي قطعنا شرائح، وتنضيفوا زيت زيتون اللي تكون مغسوله، يعني ما تكونش مالحه بزاف حيت درنا الملح في اللحم يعني باش ما تنقلناش بزاف ديال الملحه ويجينا الطاجين مالح. في هذه المرحله ما كنحتاجوش اننا نزيدو الماء، يكفي ديك البصل ديك الماء، داك الماء اللي غادي يطلق البصله، يعني هو اللي غادي طيب فيه هاد البصيله وديك التغميره اللي كانت عندنا يعني في الاول. يعني داك الماء يعني في الطاجين ما نزيدوش بزاف ديال الماء باش ما يجيناش باسل. صافي من هنا يعني تقريبا اللحم راه طايب، ومن بعد كنزيدو البصيله تنخليو حتى هي واحد تقريبا 20 دقيقه ماكسيموم. صافي وهانتوما كتشوفوا ان ديك البصله دابت وهبطات، وكتشوفوا انه الدغميره كاينه وما جاش الطاجين هكا فيه غير الماء اولا فيه غير الزيت، وتيكون كيجي بنين ولذيذ، والريحه ما كتقاومش واللحم طري. والبصله معسله مع الزيتون كيتكال مع الخبز ديال الدار، يا سلام. وإلا وصلتوا حتى لهنا وعجباتكم الوصفه، ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه، وخليوا لي في التعاليق شنو بغيتو نوجد لكم في الفيديو الجاي. وبصحه والراحه، والسلام عليكم.